قرارات الثانويه العامه الجديده هي تخفيف احمال مش اكتر، يعني عمالين تصيحوا ليل ونهار، ولما خففوا المواد برضه مكملين صياح. فحب عقل كده ونشرح ايه اللي حصل، وهنبدا من اولى ثانوي. اولى ثانوي كانوا بيدخلوا ياخدوا 10 مواد في كل ترم، وهم اصلا على الله، فخلوا المواد 6. هم دمجوا الفيزياء والكيمياء والاحياء في ماده واحده وسموها علوم متكامله، وبيجربوها عليكم بس برضه خففوا المواد، وبقوا عربي، لغه اجنبيه اولى، علوم متكامله، وتاريخ وفلسفه ومنطق ورياضيات. دول بقى اللي جوه المجموعه، واللغه الاجنبيه الثانيه بقت بره المجموعه بس فيها نجاح وسقوط، يعني كده كده هتذاكرها عشان مش هتعرف تهبط فيها، ودي بقى مكمله معانا ال3 سنين الجايين. وبالنسبه بقى للجغرافيا وعلم النفس فهم شالوها للناس اللي هتدخل ادب السنه الجايه. خلصنا اولى ثانوي ندخل على ثانيه ثانوي، سنه التخصص، وحيره كل سنه هندخل علم علوم ولا علم رياضه ولا ادبي. المواد كانوا 8، خفوا 2 بقوا 6. يعني لو دخلتوا علمي هتاخدوا عربي، لغه اجنبيه اولى، كيمياء، فيزياء، احياء ورياضيات. ولو دخلتوا ادبي هتاخدوا عربي، لغه اجنبيه اولى، تاريخ، جغرافيا، علم نفس ورياضيات برضو. ليه؟ وتانية ثانوي هيبقى تركيزهم كله على اللغه الاجنبيه الاولى، وهنبقى نتكلم عن الموضوع ده بعدين في فيديو تاني لوحده. وكده كده اللغه الاجنبيه الثانيه اللي هتختارها مكمله معاك بس بره المجموعه. خلصنا تانية ثانوي الحمد لله، ندخل على ثالثه ثانوي، سنه الصياح كله. ودي بقى اللي بدات فيها دروس من شهر 6، والعيال لسه بتمتحن، فاكرين؟ بقت 5 مواد بدل 7. العربي واللغه الاجنبيه الاولى معانا في ال3 شعب. هندخل بقى على مواد التخصص. بالنسبه لعلم علوم هياخدوا احياء وكيمياء وفيزياء. علم رياضه هياخدوا رياضه وكيمياء وفيزياء. ادبي بقى هياخدوا تاريخ وجغرافيا احصاء في ادبي، وجوه المجموع تخفيف احمال. هل بقى الكلام ده حلو ولا لا؟ هنعرف الفيديو الجاي. جود لك يا شباب.